السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. قد تكشف غدا وستضم مفاجآت كبيرة في قائمة منتخب الجزائر. حكينا البارح على رياض محرز، حكينا على الخبر اللي يقول فما إمكانية لنزع شارة القيادة من لاعب أهلي جدة ومن حال إسماعيل بن ناصر. اليوم الأخبار تقول أن رياض محرز سيكون غائب عن قائمة الجزائر بطلب منه. هو راهو الأكيد والأخبار تقول أنه رياض محرز اتصل بيتكوفيتش وحكى معاه على قرار اعتزاله. قال له راني افكر جيدا في الاعتزال. هذا حسب الاخبار وحسب الكواليس في الجزائر. وشنو كان جواب نتاع بيتكوفيتش؟ قالوا انت حر في قرارك. هو انت حر في قرارك معناها حشم منه ولا يقول له ولا احسن ما تعمل. لهنا ظاهر انه بيتكوفيتش ما حاش حاجته برياض محرز في المنتخب، لانه لو جاء الناخب الوطني هذايا مازال حاجته باللاعب هذايا، واللاعب هذايا باش يمثل له اضافه كبيره حتى في الكان الجاي. راهو ممكن بالعدول على قراره. ما زلت عندك ما تضيف للمنتخب، راني حاجتي بيك في المجموعه، راك كمؤطر وكليدور وكقائد فريق انت عندك الاضافه باش تزيدها. دونك تعرف الدور التواصل بين الناخب الوطني واللاعبين نتاعو، لكن هذا قالوا انت حر في قرارك. دونك كان اليوم ناكد لك انه بعد الاجابه هذيا نتاع بيتكوفيتش نتصور رياض محرز لن يقبل الإهانة، لن يقبل المذلة، وسوف يعتزل دوليا. وتكون أحسن حاجة عملها الاتحاد الجزائري لو ينظم مباراة محترمة تليق برياض محرز، ويكون اعتزال نتاعو على مستوى عالي جدا، لأنه هذا يعتبر أسطورة من أسطورة الجزائر. فنيا رياض محرز مستواه طاح بعد الانتقال من سيتي الأهلي جدة. تحس أنه فقد نوعا ما مستواه اللي نعرفوه به في اوروبا في الشامبيونز ليج الاوروبيه مع مانشستر سيتي في البريمير ليج عندما انتقل للدوري السعودي. اكيد انه المستوى طاح. شفنا هذايا حتى في كاس افريقيا الاخرانيه مع المنتخب الجزائري. محرز ما كانش ديسيزيف، ما كانش محرز اللي قادر انه يهز الجزائر وحده ويتعدى بها. شفنا انه محرز نتاع السيتي، محرز تاع ليستر، ماهوش محرز نتاع اهلي جده. هذه حقيقه تقال. لكل بدايه نهايه. محرز في نهايته توا. هذه حاجه عاديه، راهو معناتها ما فماش ماهوش استنقاص من قيمته الفنيه. نتصور بيتكوفيتش على قناعه